بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في قناتي أكلة هنية مع وصفات نانا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين وحبايبي كلهم بخير. شهر رمضان خلاص على الأبواب. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل مع بعض طبق لا غنى عنه في شهر رمضان. طبق الترشي المشكل اللي كل سفرة لازم تكون حاطه الطبق الترشي الجميل دوت على السفره بتاعتها. النهارده هنعمل مع بعض الترشي المشكل، هنعمله وهنشوف كل تكاته واسراره، والترشي الجميل والميه التحفه اللي احنا بنحبها كلنا، ونشوف ايه العطاره اللي هنحطها وايه التوابل اللي هنحطها، وهتخلي الترشي بتاعنا في منتهى الجمال، والميه هتبقى جميله جدا اللي احنا بنشتريها من بره. هنعمله في البيت، مش هنشتريه من بره، وهنعمله مع بعض كده وهنشوف الطريقه ايه. طبعا قدامنا اهوت مع الخيار والجزر، وعندي اللفت، وعندي الليمون والبصل، وعندي الفلفل. و طبعا هنا هنشوف هنا اهوت، انا هنا الليمون، طبعا الليمون انا حطيته هنا اهوت، خد غلوة على النار، يعني حوالي 5 دقايق كده، من 5 ل10 دقايق على النار يغلي، وبعد كده بطفي عليه. البصل اللي هو الصغير دوت انا حطيته هنا اهوت، خد بقاله 10 ايام في المية وملح. بتحطيه في مية بملح وتحطيه 10 ايام مقفول عليه كده لغاية ما نيجي ايه نعمله. طبعا هنا اهوت الكرفس دوت بنعمله في الخلاط وبيتحط. وطبعا هنا الشطة الحمراء هنا او الهريسة، الفلفل اهوت هنعمله مع بعض هريسة وهنحطه. وهنا الفلفل الحامي دوت ايه بنفتحه كده ايه وبنحطه في الترشي. والجزر هنقطعه مع بعض. ادي كل المكونات عندنا هي بتاعت الترشي المشكل. هنبتدي بقى نقطعه مع بعض كده، هنمسك حاجة حاجة ونقطعها مع بعض. عندي هنا اهوت الخيار اهوت، طبعا هنا اهوت القطاعة دي على فكرة رخيصة مش غالية، يعني هتخلي لك الخضار متقطع زي اللي بره بالظبط اهوت، بتخلي شكله حلو يعني، وبتتقطع معاكي هنا اهوت، بيتقطع معاكي بمنتهى السهولة زي ما احنا شايفين. عايزه تقطعيه بقى قطعه كده تقطعيه بالطول زي ما انت حابه، هو بيديك الشكل الجميل المشرشر دوت زي في المحلات. انا هنا هقطعه يعني ايه حتت ايه، يعني ايه وسط، لا كبيره ولا صغيره اهي. هقطع الكميه كلها وهنشوف بقى ايه حاجه حاجه كده هنقطعها مع بعض ازاي. طبعا اللفت طبعا انا عاملاه يعني بيتغسل وبيتقطع وبحطه في ميه، يعني بعد ما بيتغسل كويس بتحطيه في ملح، وبيتحط هنا هو يوم كامل في مصفى يصفي كل الميه اللي فيه، عشان اي روائح كريهه من اللفت. بتحط عليه ملح، بس ملح، وتحط في مصفى كده لغايه ما ايه ما يتصفى الميه بتاعته، حطيه يوم كامل. بعد كده ايه بناخده وبنحطه مع الترش اهوت. الجزر هنا اهوت انا بقطعه برضو هنا اهوت ايه، حابه ان انا اقطعه حتت صغيره. انت بتقطعيه زي ما انت عايزه، تقطعيه بالطول، تقطعيه حتت صغيره زي ما انت عايزه وزي ما انت بتحبي تاكليه اهي. تديك الشكل المشرشر الجميل دوت اهو. شايفه الشكل، شايفه الجمال بتاعه اهو، اكنك شارياه من بره اهو. تديكي شكل حلو قوي كده وانت بتقطعيه. عندي البصل بقى اهو، اللي احنا قلنا احنا حاطينه 10 ايام في ميه بملح. 10 ايام بيصي بيتشال معاكي القشره بمنتهى السهوله اهي. اللي هو البصل الصغير خالص دوت، تجيبيه ابيض تجيبيه احمر زي ما انت عايزه. تقطعيه كده اهوت اهو اهو. تقطعيه بقى كله كده اهوت اهو، وبتغسليه بقى تاني بعد ما بتقشريه، بيتغسل تاني وتحط ايه مع مكونات الترش. بوريكي واحده تانية اهو، بتقطعيها من تحت وتقشريها اهي بمنتهى السهوله، ميه بملح.
يتنقع في ميه بملح 10 ايام اهو. شايفين الجمال بتاعه كده. انا قطعت كل الكميه اللي عندي وحطيت اللفت، طبعا اللفت جاهز اهوت، اللفت مع الفلفل مع الليمون مع الجزر. ادي الترش بتاع المشكل كله قطعته اهوت. وعندي هنا اهوت الشطه اهي، الهريسه الحمراء اهيت انا جهزتها في الخلاط ضربتها. وعندي هنا اهوت الكرفس. هبتدي بقى انا طبعا اجيب بقى البرطمان بتاع القميه، بتحطش فيه خل اهوت. برطمان ازاز او برطمان بلاستيك يكون درجه اولى، متستخدميش اي بلاستيك، لازم يكون درجه اولى عشان ما يعملش تفاعل مع الحاجه اللي انت هتحطيها. هنا الازاز هنا اهوت، انا عندي الازاز. هبتدي بقى احط الكميه اللي عندي اهوت اهو. واحط الكرفس المتقطع. الكرفس بيديله ريحه حلوه قوي، بيديله طعم جميل وريحه حلوه. حطيت كده كميه الكرفس اللي كانت معايا. وهحط الهريسه اهي، الهريسه اللي هي الشطه الحمراء. الميه بقى بكون مجهزه له الميه، كل كوبايه ميه عليها معلقه ملح. طبعا انا بستخدم هنا الملح اللي هو الخشن اهوت، بيديكي نتيجه حلوه قوي 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 للمخلل اهوت. طبعا قلبته كويس في الميه، الميه دي مغليه وبسيبها لما تبرد خالص. لازم تغليها، تكون ميه مغليه. وقلبت فيها الملح، واديني بقى بحط شويه بشويه كده اهوت. التوابل بقى يا حبايبي دي بقى اللي هتخلي لك ميه الترشي تحفه تحفه تحفه. هتبقى في منتهى الجمال، مش يعني زي اللي بره بالظبط واحسن. عندك التوابل بقى، حطي ورق لورا، وحطي جوز الطيب، وحبه البركه، والكباب الصيني، وكمون وكزبره، والملح والثوم. وبتحطي كل ده على بعضه، كل دوت انا طحنته مع بعضه. الا ورق اللورا بحطه صحيح زي ما هو وحبة البركة، حبة البركة وورقة اللورا بتحط صحيح. لكن انا طحنت هنا اهوت جوز الطيب والكبابة الصيني والكمون والكزبرة والثوم بحطه صحيح. حطي كده حوالي 6 7 فصوص صحاح كده اهوت، قشريهم وحطيهم اهو. هنا انا كان عندي هنا مية فيها شوية شطة، ببتدي زودتهم عليهم. شايفين الجمال؟ يعني لسه اهوت، يعني لسه ما المفروض بيقعد بقى، يعني قعديه كده اهوت لغايه بقى رمضان قدامك، لسه لغايه رمضان ما يتفتح عليه، وشكله تحفه. الميه بتاعته احمرت ازاي، تحفه 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 اهو. ايه رايكم بقى في الجمال، وايه رايكم في المنظر الجميل دوت؟ مش هتفرقوا عن اللي بره خالص. طبعا هنا يا حبايبي، طبعا انا حطيت معلقه سكر هنا اهوت عشان يخلي لي الترش بتاعي كده مقرمش وجميل. وطبعا عشان الوقت، ما فيش وقت برضو، الوقت قرب على رمضان، انا حطيت ربع كوبايه خل عشان يستوي معايا بسرعه. لكن احنا لو عاملينه بدري شويه ما كنا نستغنى عن الخل، بس طبعا انا حطيت ربع كوبايه خل عشان يسرع لي شويه في السوا بتاعه. طبعا اللي عجبه الفيديو ما ينساناش في اللايك والكومنت الحلو والشير. واللي اول مرة يشوف قناتي يشترك في القناة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش في اللايك والكومنت والشير والاشتراك في القناة. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.